عصاير، مشاريب، اكل وفلوس بتدفع بالكوم. ايه، ما زهقتش؟ ما نفسكش تجرب حاجه جديده؟ هو يوم هتقضيه في شوارع القاهره الاصيله، حاجه هتفكرك بعظمه بلدك وقيمتها. هتروح اماكن يمكن تكون رحتها قبل كده، بس خلينا نجرب انك تروح باحساس مختلف. اصل ال100 جنيه اللي هتلف بيها احلى اماكن في مصر ممكن تصرفها وانت قاعد في مكانك. قوم ابدأ التحدي لمدة يوم واحد ب100 جنيه بس. الأهرامات مش بس بداية رحلتك، دي كانت بداية كل الحضارات، أعجوبة في التاريخ. لحد دلوقتي العالم كله بيفكر في تفسير ليها. إزاي الحجارة ثابتة كل السنين دي من غير أي مواد تربطها مع بعض، ومع كل عوامل الزمن ما تأثرتش بيها؟ بس الغريب إنك لو بصيت في وشوش اللي حواليك هتلاقيهم مش شبهك، مش مصريين. لأن للأسف لما الحاجة بتكون قدامك على طول عمرك ما بتحس بقيمتها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. انا اول مره اركب حصانه في حياتي، فعايز حاجه هاديه كده عشان ما اتبهدلش. ماكش حاجة رس. تمام، بس قول لي بقى ايه نظام الرحلات بقى وبكام والحاجات دي؟ في رحلة أيوة. هتشوف ال6 أهرامات، وفي رحلة تشوف تمام. ال9 أهرامات. في واحدة عاملة 60، في واحدة عاملة 30 اللي هي صغيرة، والمتوسطة بقى 40. طب بص، انا هاخد منك اصغر رحله اللي هي ب 40، بس يعني خدها ب 20. بس نقي لي بقى فرصه تكون كده هاديه عشان ما تطرش بيا. أحسن. طب تمام. الخيل المصري الأصيل قوته مستمدة من تاريخ عريق، سحره مرسوم في عينيه الحادة. يلا ابدأ رحلة بالخيل في وسط الصحراء. طب بقول لك، انا شايف الناس عماله تجري بالحصنه، ما يلا يا ريس، يلا نجري بقى حبه. يلا حبة. يلا. لف رجليك بقى ايوه كده. استنى. استاذ. خلاص كده، احنا خلاص كده بقينا. استنى بس رجلي، احنا كده ما بينا متمرسين. عدي كده، احنا اتفقنا على 20 صح؟ ماكش حاجة يا ريس، معلش الرجال كلهم. واحدة 20 منك. ألف شكر. ما هذا الاجتماع الرائع لمجموعة من أهم قيادات المأكولات، كل في مجاله. إنه الكشري يا سادة. لم يكتشف حتى يومنا هذا كيف أقنع المصريون المكرونة والرز أن يجلسا سويا في نفس الطبق مع العدس والحمص، في حين أن البصل المحمر التقلية يجد نفسه في غاية التفاهم مع الصلصة في حضور التوأمان الدقة والشطة. سيبك من كل اللي فات ده. صحيح ان علماء الذرة ما يقدروش يعملوا كشري، بس حتى لو عملوه عمره ما هيبقى زي اللي هنا، ولا حتى بالسعر ده. مساء الخير يا فندم. مساء النور. حضرتك احنا مسرح هواه، كنا بنعمل عرض جديد، وادي الدعوه يا حضرتك. ده مسرح ايه؟ مسرح الوسابيل. طب ميرسي، شكرا. القاهرة فيها من كل الفنون ألوان، ابتديناها من المعمار ولسه مكملين. ولأن رحلتك في مدينة الفنون ابتديتها بفن المعمار الفرعوني، لو جريت الأحداث هتلاقي الفن لسه فيها زي ما كان. زي مثلا مسرحيات الأندر جراوند، وهي الوسيلة اللي بيعبر بيها الشباب عن أفكارهم ورأيهم ويمارسوا فيها هويتهم. بس انت مش هتتفرج عليهم، انت هتعيش معاهم. أصل الساحة مش مقتصرة على المشهورين وبس، وبرضه مش هتدفع. اولا مبروك على العرض، انا انبسطت جدا بجد. انا اول مره تقريبا احضر العرض ده، فانبسطت. بس انا عندي سؤال بقى صغير، انت ازاي لميت الفريق ده كله، او القصه جت منين اللمه دي كلها؟ بص يا سيدي، كل التيم اللي انت شايفه ده واغلبيتهم خارجين من كليه اداب جامعه القاهره، وفي لسه منهم طلبه. احنا الهدف بتاعنا هو ايه؟ عندنا تيم اسمه فن محوج. فن محوج مش اول حاجه قدمها هبته، قدمنا كذا حاجه قبل هبته، بس هي الفكره ان احنا عايزين نعمل تيم مسرح اندر جراوند. مفيش تيم مسرح اندر جراوند موجود، فاحنا عايزين نبقى اول فريق مسرح اندر جراوند. يعني انت ازاي توصل للجمهور، دي اصعب مشكله ممكن تواجهها في حياتك. يعني لو احنا بنصور فيلم وكله شباب وجميل جدا، نزلته على اليوتيوب محدش شافه، لكن لو انا عامل فيلم بشكل معين بطريقه معينه، بحاول اخاطر باول ليله وتاني ليله،
واصرف عليه كويس عشان اقدر يعني اعمل له شكل حلو. الناس جت اتفرجت عجبها الموضوع، بعد كده خلاص هم هيبداوا يعملوا شير للفيلم بتاعك، خلاص هتلاقي نفسك الفيلم اتشاف. هي الحاجه الكويسه هي اللي الناس بتبدا تدور عليها وهي اللي توصلها لبعض. بس هي دي الفكره. بص انا انبسطت جدا بالعرض، انا حضرت النهارده. الف شكر وانا استمتعت واكيد هحضر تاني. ماشي شكرا جدا. شكلك مبسوط، بس شوف لما الخيال يتحول حقيقة. مكان شوارعه من زمن تاني، من أول الحجارة اللي مرصوف بيها لحد المباني التراثية العظيمة اللي شموخها بيجي من حني الظهر مصريين كتير علت وبنت. شارع المعز هو آلة الزمن اللي عمرها ما هتقدم مع الزمن. مع كل خطوة بتمشيها تفتكر مين مشي فيها. ممكن يكون سقا كان بيروي الناس، أو حارس من الحراس، أو تاجر أو عطار، حد فيهم مكان خطوتك داس. شارع مليان حكايات وأسرار، فيها اللي حصل في الليل وفيها اللي حصل في النهار، وفي وشوش الناس حكايات فيها انكسار وانتصار. وطالما ركبت آلة الزمن واتنقلت لعصر مختلف، يبقى لازم تجرب لبسه اللي بيتلخص في طربوش وقفطان وجلابيه. عمرك فكرت ايه استخدامات الفحم؟ ممكن في تسخين الاكل او في صناعه الرصاص. لكن ايه رايك بقى ان صاحبنا ده بيرسم بالفحم وبدقه شديده كانه ماسك ريشه فنان؟ وهو مش اي فنان، هو راجل بسيط بيجمع بين كل الجمال. التنورة هي الحياة، كل خطوة ببداية، كل لفة وليها نهاية. ممكن تتحول طفل لما تجربها، صوت ضحكتك يعلى ويعلى لحد ما دموع الفرحة تنزل من سعادة فاض إحساسها. عندي سؤال محيرني من وانا عيل صغير، انت ازاي ما بتدوخش؟ موضوع الدوخان ده تراث عن العيله. تمام. من عندي 6 سنين وانا متعلمها، ابتدأت ان انا اتعلم فيه، واكيد في الاول دخت، مع التمرين مع الاستمرار ابتدأت ان انا اتعلم التنور. طب انا نفسي اجربها، بس يعني انا خايف اجربها دوخ، بس يعني انا هنجربها. لا مش هتدوخ. طب تمام، وريني كده. شكلك خايف تدوخ، ما تخافش، دي الدوخة الوحيدة اللي ما فيهاش خوف. فرصة بتقدمها لك عشان تشاركها وتتحرر من أي قيود وتنسى الهموم والمشاكل اللي بالكوم، وبرضه مش هتدفع كتير. كده انت دخت. انا اتشرفت بمعرفتك، انا اسعد. اوعدك ان انا هتدرب على البتاع ده. اكيد لما تعوز قول لي. ماشي تمام، ربنا يعينك. شكرا. سلام. يا عنب يا عنب يا عنب يا عنب يا عنب يا عنب يا عنب. في كل صفحة حكاية، في كل سطر رواية، كتاب مفتوح، وكل قصة فيه بتحكي عن نوع من الفن، من تنورة لعود لسهرة تخلي روحك تطير وترفرف في سماء. بلدك بعيدة بعيدة. انا اول مره اسمع حضرتك تماما، وعجبني جدا حضرتك، يعني دي فعلا، ومبسوط ان انا جيت حضرت حفله حضرتك. بس انا كان عندي سؤال، هو حضرتك بتعمل حفلات فين يعني؟ في البداية غنيت في فرقة أم كلثوم، فرقة المعهد، وأنا طالب، وحاليا أنا معين في وزارة الثقافة في فرقة الغد، هيئة المسرح. غنيت في أماكن كتيرة في مصر الحقيقة، في القرى وفي النجوع وفي المحافظات، من الشمال للصعيد، يعني من اسكندرية لأسوان. وغنيت في المسرح كتير، وغنيت في السينما. غنيت في فيلمين منهم. خيانه مشروع ايه تاني؟ كف القمر. انا اتشرفت بمعرفه حضرتك، اتمنى ان احضر لك حفلات تانية اكتر واكتر. ميرسي جدا، شكرا. ميرسي.
بعد صلاة الفجر شكلك تعبت وجعت ومحتاج تشحن طاقتك من جديد. طبق فول بالزيت الحار، طحينة وليمون زيادة، ويا سلام لو شوية بتنجان مخلل. الله، الخلطة السحرية لأقوى أسلحة الاستمتاع اليومية. يسند معاك لحد ما تاكل تاني. وما تقلقش، لسه ال100 جنيه ما خلصتش وهنحبس بشاي كمان. بقول لك يا ريس، هو بكام الطلب؟ الفلوس لسه ما خلصتش، والبركة لسه ما قلتش، والمتعة برضو ما غليتش. فلوكة بترقص على نغمات موج خفيف بتحركوا نسمة رقيقة، وكم ذكرى على كم حكاية. شد القلوع ويلا بينا. شريان الحياة بيجري في عروقي زي ما بيجري فيكي. مشاعري وأسراري وأول حبيبة ليا كان نيلك شاهد عليها. الغلاوة بتيجي من العشرة، وأنا مش بس عشرتك، ده أنا دايب في أبسط تفاصيل.